السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الفقاس كيجي لذيذ بواحد المكون كيجي بمذاق مختلف. كنتمنى انه ينال اعجابكم. عندي هنا 4 الحبات ديال البيض، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، ساشي ديال الفاني، رشه ديال الملح، وربع كاس ديال المزهر، وربع كاس ديال الحليب، كاس ديال الجلجلان، 3 المعالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه، شويه ديال اللوز. يعني انا تقريبا درت كاس مع مرش، دقيق 550 غرام وخماره. كنخلطوا كل شيء مع بعضياتهم مزيان مزيان حتى كندوبوا هذيك السكر ديال السنيده. وفي الاخير كنزيد واحد النكهات اللي كيجي كيعطيو واحد المذاق زوين في الفقاس ديالنا، كيجي مختلف على الفقاس العادي اللي كنوجدو. هو انني كندير واحد شويه ديال القرفه وواحد شويه ديال الزنجبيل. صافي من بعد كنجمعوها بالدقيق وبالخماره. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه. كان ندهنوه ملي كنجمعوهم كنديروا بودان. ما يكونوش على حساب، بغيتو يجيو الفقاس كبير كديروا بودانات كبارين، بغيتو الفقاس يجي صغير كديروا البودان صغير. المهم انايا هنا راه تحذف ليا انا الفيديو ديال الطريقه كيفاش درت البودانات وباش دهنتهم. كندهنهم بالبيض تاع البيض وشويه ديال الحليب، وكنرشهم برقائق اللوز. اللي بغى يدير جلجلان يديرو، الا بغيتو تخليوهم عاديين تخليوهم. صافي من بعد كنلفهم في البلاستيك الغذائي وكنخليهم حتى كيبردوا على خاطرهم مزيان. ممكن بيتوهم، انا درتهم في الصباح وقطعتهم في العشيه. خاص غير الموس او الكيتور يكونوا ماضين. انا قطعت بالكيتور يعني كيقطع مزيان ما كيجيش فيه الكسور نهائيا. صافي كنعاود نرجعهم للفران كيتحمروا وكيوجد لينا الفقاس ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء. نخليكم مع تتمه الفيديو.